مرحبا بكم في قناتكم شولو سبور. هذه القناة الجديدة عندها 3 شهور، نتمناو تبارطاجيو وديروا اشتراك. القناة مهتمة بكرة القدم، بعالم كرة القدم، وخاصة الفريق الوطني والمحترفين. نحكيو اليوم على مباراة الجزائر غينيا الاستوائي اللي انتهى 2-0 لصالح الخضر. مباراة كانت صعيبة في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني تبدل اللعب. تغييرات الكوتشينغ ونصائح الكوتشينغ بيتكوفيتش غيرت الموازين. الملاحظة هذه، المدرب هذا الجديد تاع الفريق الوطني عنده زوج وجوه. عنده في الشوط الأول دائما يلعب ضعيف، مستوى ضعيف، أخطاء في التمرير. بصح في الشوط الثاني يتبدل اللعب، تقول مش فريقان مختلفان. التغييرات هذه لازم يدرسها، هذه خاصة في الشوط الأول. السلبيات نهضروا بعض اللاعبين. أنا شفت حاجة ثانية، شفت بعض اللاعبين أنا نظن انتهى وقتهم مع الفريق الوطني، خاصة رياض محرز هذا العجوز، وأيضا بغداد بونجاح، أيضا رامز الزروقي هذا اللاعب اللي ما قدم حتى حاجة من اللي عنده ماتش ولا زوج هاك قدم شوية، يقول لك قدم، عنده 30 ولا 40 ماتش هذا. الحاجة الثانية إيجابي، نهضروا كاين السلبيات وكاين الإيجابيات. الإيجابيات كاين مثلا هذاك حجام صلب، مدافع صلب يا صاحبي، تقول باولو مالديني يا صاحبي، هذاك مدافع ممتاز. هذاك لاعب آخر هو سعيد بالرحمة. سعيد بالرحمة راه يبين في روحه، راه يدير في مجهود تاعو، بصح ما عندوش هذيك تاع لا فينيسيو. هذيك راه يضيع بزاف فاس مع الجول، تلقاه يضيع بزاف. الشيء الثاني لاحظته في هذه المباراة هي يعني تغيير خط الدفاع. خط الدفاع اليوم دار صلابة. جامش دفاع هذا تاع الفريق الوانيق عندي زمان ما شفتش كيما هكا بالصلابة هذه، عنده عوام ولا هكا. عيسى ماندي دار ماتش تاعو. هذا اللي قلت لك لازم الجوار يلعب ديما تيتيلار في ليكيب ناسيونال، باش في ليكيب تاعو باش تعيطلو ليكيب ناسيونال. كيما دوك عيسى ماندي راه يلعب في ليل، راه يلعب في ليل. عندك لاعب اخر هو وسميتو حسام عوار، هذا اللي كان ما يلعبش في روما، نهار راح للاتحاد السعودي ولا يلعب. شفتي كيلعب الجوار، كيلعب ديما يلعب في النادي نتاعو، تلقاه خادم لي فيزيك تاعو خادم. لهذا شفناه مستواه لا باس به، خاصة من الناحية البدنية. حاجة إيجابية واحدة خلاف هي يوسف عطال يعني رجع، دار مجهودات كبيرة على الجهة اليمنى. في مكان رياض محرز. هذا رياض محرز اللي قلنا ما قدم حتى حاجة في الماتش هذا. اللاعب اللي ما قدم حتى حاجة وهو بغداد بونجاح. ظهر عليه الثقل بزاف، هذا تقدم السنين. بغداد بونجاح عنده 33 سنة، ما عندوش تكوين مليح هو من الصغر. 33 سنة تلعب في أفريقيا صعيبة بزاف. اللاعب اللي لافت انتباهي أنا وسي هو
اسماعيل بن ناصر، عودة اسماعيل بن ناصر قلب النابض للفريق الوطني. هذا اللاعب اللي تعرض لإصابة خطيرة في القطع الصليبي في الركبة، راه راجع هكا في الميلان، وأندية يتحوس عليه بزاف، أتليتيكو مدريد، أندية في إيطاليا، أولمبيك مارسيليا. هذا اللاعب هذا هو قلب النابض للفريق، هو القائد الحقيقي للفريق الوطني. حاجة ثالثة، المدرب هذا اللي لاحظت عند المدرب هذا ما يغيرش بزاف. مثلا الكارديا، مثلا بقرار هذا، كون جاب بقرار هذاك مليح، هذاك بقرار احسن من بغداد بونجاح. الحاجة الرابعة، الحاجة اللي لاحظتها خلاف،